بداية افتتحت اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبيبا شغل القمة الإفريقية في دورتها العادية 28 على مستوى رؤساء الدول والحكومات بمشاركة ممثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول عبد الملك سلالة، وعرفان للجهود التي قدمها من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية. انتخب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نائبا للرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي الرئيس الغيني ألفا كوندي. كما تم اليوم انتخاب تشادي موسى فاكي محمد رئيسا جديدا لمفوضية الاتحاد الإفريقي خلفا للجنوب الإفريقي دلاميني زوما. وتعقد قمة الاتحاد الإفريقي تحت شعار تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب، تدرس على مدار يومين العديد من المحاور المتعلقة بإصلاح المنظومة الإفريقية وقضايا السلم والأمن بالقارة، علاوة على ملفات هامة خاصة بالاقتصاد والتنمية، حيث يولي رؤساء الدول والحكومات الإفريقية أهمية بالغة للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية للمنظمة، سيما تلك المدرجة في إطار أجندة 2063.